هاي النهارده بقى هناخد كده فكرة حلوة عن اتيكيت اكل المانجا يا جماعة. في البداية كده المانجا يا اما بتتقدم في طبق بالشكل ده، يا اما بتتقدم في طبق فاكهة. دلوقتي طبعا انتوا شايفين بقى الشوكة وسكينة وحركات وبتاع. عايز اقول لكم مش هستخدمهم اصلا. احنا هنستخدم بقى ايه؟ الشعنونة بتاعتنا دي. تعالوا نشوف هنعمل المانجا ازاي. بصوا يا جماعة، الشعنونة الصغيرة دي هي تبان ان هي صغيرة، لكن ايه؟ صغير بس يحير بقى. بصوا هنبتدي ناخدها بالشكل ده. بصوا بقى، طلعت معايا المانجا فله وحلوه خالص. ممكن ان انا اكلها كده. بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طبعا ايه بقى باجي باخد كده بالسكينه وباكل عادي جدا. سيبنا بقى من الطريقه دي، تعالوا بقى نشوف باقي المانجا هنقطعها بالشكل ده. بصوا يا جماعه، انا بحب اكل المانجا ازاي؟ بقطعها كده وبالقشر بتاعها بتبقى جميله قوي. باخدها بالشكل ده. طعمها لذيذ. نكمل بقى، ناخد باقي المانجا. بعد يا جماعة بقى ما خلصنا المانجا خالص بالشكل ده، مينفعش دي نسيبها. ينفع نسيبها؟ مينفعش نسيبها. دلوقتي ناكلها ازاي بقى بالاتيكيت بتاع كراميلا؟ هنمسكها كده يا جماعة ونسرح لها شعرها بالشكل ده. المانجا يا جماعة ما تتاكلش بالشوكة والسكينة، دي تتاكل كده اهو. يلا باي باي، وقولوا لي بقى في الكومنتس انتوا بتاكلوا المانجا ازاي. باي باي.